أعرفك بنفسي، كريس كروويل. أهلا ومرحبا بك. أنا دكتور رامسن. أوه، دكتور؟ أجل، أنا أحمل الدكتوراه في المحاسبة من ستانفورد. أوه، ستانفورد؟ حسنا، وأنت؟ درست في أي جامعة؟ لم أدرس في أي جامعة، وبدأت بالعمل. هذا لسوء الحظ. أطروحتي عن مشكلات التقارير المالية في الشركات قد نشرت بعد تخرجي مباشرة. واو. ووظفت في شركة كبيرة، يدفعون لي كثيرا بسبب الدكتوراه. مبارك لك. أشكرك. سأحذر، لا شهادة لديك، لهذا أنت عامل. بالواقع أنا... تفضلوا يا سيد كراول. شكرا. أتود كاسا يا سيد؟ دكتور رامسن، بالطبع أود ذلك. واو، لذيذة. أريد أن أعرف. أنت تمزح. ألا تعرف دوم برينيون؟ إنها إحدى أنجح علامات الشامبانيا المعتقة جدا في العالم. قصدت أن... لقد نسيت، لم تكمل دراستك، لذا لا تملك المال أو التعليم لتعرف هذه العلامة الفاخرة. اعذرني. انتبه. أو لا، أنا لم أقصد فعل هذا. انظر لهذا أيها الغبي، أنا لا أصدق. أوه، سأساعدك في تنظيفها، لا تقلق. أنا آسف جدا. إنه توم فورد. أتعلم سعره؟ بالتأكيد لن تعرف. $1000. أنت تمزح. هذا الحذاء لن يتعدى $50. في الواقع هذا... أنت بخير؟ أجل. آسفة على المقاطعة، المزاد سينتهي قريبا، أتريد المزايدة؟ حسنا. لا تتعب نفسك، أنا سوف أشتري اللوحة، اعتبرها ملكي. شكرا. أجل. آخر فرصة. تفضلي. شكرا. على الرحب. انتبهوا، انتهت المزايدة على لوحاتنا وسنعلن الفائزين قريبا. لما تحاول شراءها؟ حسنا، لقد أعجبتني، فهي شبيهة بالحياة، وكما قلت لا تحكم على المظهر. ماذا تعني؟ كما ترى من الخارج هذه اللوحة تبدو بسيطة، إنها شكل عشوائي وخطوط فوضوية وحقل من الألوان، وإن تمعنت ستكتشف أن هذه اللوحة عمل فني مذهل، وقيمتها لا تقدر بثمن. حسنا، لكن ما علاقة هذا بالواقع؟ التشابه. فمثلا منذ قليل ظننت أن عدم ذهابي إلى الجامعة وارتدائي لهذه الملابس يجعلني غبيا وفاشلا، لكن الواقع ليس كذلك. سيدي، قد أحضرتها لك. شكرا لك. عندما كنت سأسأل عن الشامبانيا لم أكن سأسأل عن نوعها. يعرف الجميع أن دون برينيون واحدة من أفخر العلامات التجارية للشامبانيا في العالم. حسنا، لما سألت إذن؟ لقد كنت سأسأل عن المرحلة التي عتقت بها هذه الزجاجة. هذه المرحلة الثالثة، الأكثر غلاء، وهي المفضلة لدي. وإن هذه الزجاجة عتقت لأكثر من 20 سنة، لذلك أجل أعرف تماما ما هي هذه العلامة. فهمت. أيضا، وعندما قلت إن حذائي بلا قيمة، حسنا يا للروعة، هذا حذاء جوردن ديور؟ أجل، بالتأكيد. واو، أنت محظوظ بهذا، حذاء رائع يا رجل. أشكرك. وهذا ثمنه $10,000. هل أنفقت كل ما تملكه لتشتري هذا؟
يا سادة، صاحب المزايدة الأعلى على لوحة التكوين إكس، صاحب الحظ السعيد هو سيد كريس كروويل. مبارك لك سيدي. شكرا لك. مهلا. أنا لا أصدق. من أين لك بكل هذا المال؟ لم تذهب للجامعة؟ خلافا لما قلته، فأنا ناجح، ومنصبي المدير لسي سكويرد. أجل، أسميتها هكذا على اسم كروويل. أنت مالك هذه الشركة؟ أنا حقا لا أفهم. أحيانا تكون الحياة تجريدية، ليست كما تبدو للنظر. حظا موفقا يا دكتور.